السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ حلقة جديدة من حلقات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايب قلبي، ما تنسوش تعملوا لايك للحلقة وسبسكرايب لأول مرة تشوفي القناة بتاعتي وعجبتك ما تنسيش تعملي سبسكرايب. النهاردة بقى طبعا انا كنت مرتبة البيت فقمت كده عدت عليه رتبته. سويته بس البيت كده وداخله المطبخ هرتب المطبخ وهعمل النهارده اكله كده. اكله جهنميه هعمل النهارده، اكله كوارع. انا عايز تعرف مش اي حد بيحبها بس انا من الحد اللي بيحبها يعني. انا بحب الكوارع وحاجات الحاجات الحلوه دي بتاعت العيد، الممبار والكرشه والفشه والحاجات دي. بس سبحان الله بحب اكلها من ايدي، يعني احب اعملها عشان ابقى ضامنه متنضفه ازاي، لان مش اي حد بيعرف ينظف الحاجات دي. قلت اتكلم معاكم شويه وندردش مع بعض شويه، وهقترح عليكم كده موضوع. في حد عايز يعرف رأي الناس ايه، وهقول لكم انا كان رأيي ايه في الموضوع دوت. بس هو موضوع مهم جدا جدا، موضوع هيفيدكم، موضوع هيعرفك ان الحياة مش كاملة ومش كل اللي انت عايزاه هتلاقيه. يعني ممكن تلاقيها من حتة تانية، لكن الحاجة المعينة اللي انت هتبقي عايزاها مش شرط تلاقيها. في واحدة معاها 3 أولاد وجوزها اتوفى، تمام. وولادها صغيرين. وقعدت كام سنة وبعدين فكرت ان هي تتجوز، تقدم لها انسان خلوق كويس محترم، حالته المادية كويسة جدا، مبسوط. هو كان متجوز ومحوش اولاد ومنفصل يعني. فوعدها ان هو هيعلم ولادها وهيصرف عليهم وهيربيهم معاها تربية كويسة، وكمان هيبقى ليهم جزء من امواله، هيبقى ليهم جزء، هيكتب لهم جزء من امواله، وهيعيشهم عيشة كريمة وعيشة كويسة، تمام. بس كان عنده شرط واحد وشرط صغير، انه هو هيعيش معاها، يعني علاقته علاقة مش كاملة، يعني مش هيبقوا العلاقة الزوجية الكاملة يعني وحياة، لا، هيبقوا عايشين مع بعض كده زي الإخوات. على الرغم إن هو مش مريض مش تعبان مفهوش أي حاجة، يعني هو مش ما عندوش أي مشكلة، تمام. هي طبعا علشان تعبانة و3 أطفال وظروف الدنيا والحياة فهي وافقت. هي وافقت بالشرط بتاعه دوت. المهم عدى سنة 2، كويس جدا، بتشكر فيه جدا، اخلاقه عالية جدا، بيساعدها في تربية ولادها، معيشه معيشة كويسة جدا. المستوى المادي اللي هي عايشة فيه كويس جدا، وزي ما وعدها ان هو ولادها هيبقوا زي ولاده ويهتم بيهم، من اكل الشرب اللبس التعليم، كل حاجة بتقول هو مش مقصر معايا. بس مشكلتي ان انا بعد يعني في الفترة دي فترة السنتين ان انا زهقت ومليت، ان حياتنا مش حياة زوجية كاملة. فهي بتفكر، يعني هي بتقول ايه، ان هي تتطلق وتتجوز راجل يعيش معاه الحياة الزوجية الكاملة. طبعا انا هقول لكم وجهة نظري. الحياة ما بتديش كل حاجة، الحياة دايما هيبقى فيها نواقص. حياتنا مش هتقف على الجنب اللي هو ناقص عندنا، هنبص على الحاجات الحلوة. يعني انتي لو عندك كفتين، كل الناس عندهم كفتين، في كفة حلوة وفي كفة سيئة. ممكن الكفة عندك الحلو زيادة والوحش يعني حاجات بسيطة شوية صغيرين، لان احنا اتفقنا ان احنا كلنا عندنا ابتلاءات وكلنا بنمر بابتلاءات وكلنا لازم ربنا يختبرنا في حاجة معينة. انا كان وجهة نظري وكان رأيي ان هي تبص لان هو شخص محترم، ان هو شخص خلوق، ان هو مراعي ولادها، ان هو معيشه معيشه كويسه في مستوى اجتماعي كويس جدا في ظل الظروف اللي احنا فيها. ممكن تسيبه، انا ده رايي اللي قلته لها، ممكن تسيبيه وتتجوزي واحد وتبقي عايشه معاه العلاقه الزوجيه معاكم كامله والعيشه كامله. بس
هيبهدلك، هيهينك، مش هيبقى طايق ولادك، هيقول لك انا مش عايز ولادك بعد ما ياخد مثلا غرضه، او بعد ما يقعد معاكي شويه ويلاقي نفسه زهق. هتعملي ايه ساعتها؟ ممكن يطلع بخيل وما يصرفش عليكي ويقول لك انا ولادك مش ملزوم منهم، انزلي اشتغلي انت واكليهم، انا مش هصرف عليهم. فعشان انت تبقي عشان انت ترضي نفسك بحاجه صغيره، او حاجه يعني انا شايفاها حاجه مش هي دي الحاجه المهمه في الحياه. طبعا يعني كل واحد وليه قدرات، كل واحد وعارف نفسه، بس انا شايفه في ظل الظروف اللي احنا فيها في حاجات تانية اهم. يعني الاحتواء، الحب، الاهتمام، العيشة أهم من حاجات تانية كتير. بس أنا بقول لو انتي بصيتي لنفسك وشايفة ان نفسك ان انتي مش قادرة تتحملي، أو مش متحملة، فعشان ما نعملش حاجة تسيء لينا، او ما نعملش حاجه تغضب ربنا. لو انت شايفه نفسك ان انت مش قادره، فممكن تنفصلي وتختاري الاختيار الصح. رغم انا وجهة نظري انا كنجلاء، انا متهيألي لو لفت الدنيا بحالها مش هتلاقي الاخلاق اللي هي بتحكي عليها، مش هتلاقي راجل زي دوت. انا عايزه اقول لكم ان الاب بيمل من مصاريف عياله، الاب بيبقى معاه فلوس وبيستخسر يصرف على اولاده، الاب بيبقى معاه ويبهدل مراته ويهينها ويبهدلها. ما انتي حطي الشيء اللي ناقصك قصاد كل حاجه حلوه انت عايشاها. يعني ممكن في حاجات تخليكي تتلهي، في حاجات تخليكي ملهية عن اي حاجة انتي محتاجاه او عايزاه. وخليكي واثقه لو انت عملتي كده ورحتي اتجوزتي عشان تعيشي حياه كامله، صدقيني هتطلع حاجه تنغص عليكي عيشتك، هيطلع لك حاجه تضايقك في حياتك، هيبقى عندك مشكله كبيره. بصي مش هتاخدي كل حاجه حلوه. الحياه مش وردي، الحياه ربنا قال وخلقنا الانسان في كبد. الحياه مش هتبقى وردي، ممكن هيديك الشيء اللي انت عايزاه، بس من جهه تانية هيديك حاجه تعذبك اكتر وتعذب ولادك. فعلى ايه؟ انا وجهه نظري لو الدنيا تمشي كده فانا استحمل قصاد ان انا ربنا رزقني براجل متقل فيا وفي ولادي، وراجل خلوق ومعيشنا عيشه كويسه، وفي ظل الظروف اللي احنا فيها انا من رايي ان انا اتحمل وان انا اعدي. ومع الوقت ممكن انا اعرف ايه سبب نفسي، السبب هو مش تعبان، بس اعرف ايه السبب مع الحب ومع العشرة. الحاجة دي بتيجي لوحديها مع النفسية والحب. يمكن انا قلت لها يمكن تقربي منه مثلا، تقربي لقلبه، يحس ان انت بتحبيه وبتخافي عليه، فاقعدي معاه واتكلمي معاه واعرفي ايه السبب، ايه اساسه. صدقيني الحياة مش كاملة، ومش كل واحد عنده الحياة وردي، وممكن يبقى ابوهم ويحصل حاجة وتبقى الحياة مش كاملة قدرا. هتعملي ايه؟ فالحياة مش كاملة. انا من رأيي ان انتي لو اتجهتي لحاجة تانية هتلاقي عندك عائق تاني، وهتلاقي نفسك تعبانة، وهتلاقي نفسك متدمرة. فانا كان ده وجهة نظري ليها، فانا مستنية ان شاء الله تقولولي ايه وجهة نظركم، ولو في اي حاجة انا قلتها غلط ممكن تعدلوا عليا، لان كل واحد في الحياة ليه وجهة نظر، كل واحد ليه عقل بيفكر فيه. انا بحترم اراء الناس كلها ايا كان، لان هو بيشوف بوجهة نظره، بيشوف بتفكيره. بس كده، فان شاء الله النهاردة يكون موضوع استفدتوا منه، ويا رب الحلقة تكون عجبتكم، ويا رب الكوارع بالفتة الجميلة دي القمر تكون عجبتكم. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واستنوني في حلقات تانية كتير. مستنية تشجيعاتكم والكلام الحلو، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.